عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله كف تحيه جديد. ناس كتير بتتكلم عن موضوع اجمل شاب في مصر بعد اخر فيديو. هو الموضوع دوت زي مجلس النواب او حاجه زي كده بس على قطره واعبط بكتير. بعد بحث شويه اكتشفت ان الموضوع بدا بمعتز علاء دوت وانه كان بينسب اللقب لنفسه. My name is Mu'taz Alaa. Your name is Mu'taz what? My name is Mu'taz Alaa. معتز عبد الفتاح؟ وكان بيقعد يصور فيديوهات كتير قوي وبيعمل حركات بوشه كده مش لذيذه خالص يعني. Mu'taz Alaa. وانا مش عارف هو ازاي حد يبقى عنده الجرأة يعمل كده قدام الناس خصوصا معتز يعني. بس مش ده الموضوع برضه. لما يكون واحد بس اللي يعمل كده هنقول فكك يا عم، ده واحد رايح منه وهنعدي الموضوع. بس بعد كده نلاقي واحد واثنين وثلاثه بيتخانقوا على مين اللي ياخد اللقب دوت ورا الشاشه. فهنلاقي كده نقعد بقى ونشوف العبط ده. فالموضوع بدا بسنيفر والواد العريان دوت والفين بوي، والموضوع كان ماشي لغايه كده كويس بالنسبه للي هيحصل يعني. فمنه لله حسب الله ونعم الوكيل فيه مروان جليتش شاف اللي حصل وان في خناقه كبيره وبتاع التيك توك في عينه لمعت، وشاف ترند فشيخ في اخر الطريق زي انتخابات رئاسه التيك توك اللي كسبها سياده الرئيس حمو هاب. وعمل انتخابات من اجمل شاب في مصر. على فكره يا جدعان انا البتاع ده بينزل عليه غصب عني والله، أنا مش منهم. والموضوع زاد اكتر وكل الناس بقت عايزه تتشاف، حتى لو على سبيل الناس تشتمهم ويقولوا عليهم متخلفين وبتاع. من ضمن بقى الناس الكتير ديت في كام واحد بس هم اللي قعدوا معايا. اول واحد الشيخ خالد. الله يحفظك، الله يحفظكم يا رب. يعني في ناس كثير محترمه وفي ناس كثير يعني ربنا يهدينا جميعا وياه. الشيخ خالد الاول كان بيخطب الجمعه، او ما كانش بيخطب الجمعه وكان بيخطب كل الايام ما عدا الجمعه. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. محتوى ديني وكده. بس الموضوع خلاص يعني كان ترند وخلاص مات يعني. فعلا انا جمعت حسابات كتير يا عم ما نعيش سني. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفون حضراتكم دلوقتي. انا اخوكم خالد فؤاد عوض، بعلن ترشحي للانتخابات اجمل شاب في مصر تحت رعاية اخونا مروان جليتش. ولا نكون ايد واحدة مع بعض ان شاء الله، ونلاقي ايد واحدة لا فيها لا نخفيها. لا فيها لا نخفيها. مش سهل انت برضه يا خلوه. عامه انا ما جاش خالد يعني، يا رب هو اللي يكسب. ايه العبط ده، انا مات زيهم. تاني واحد بقى كرهون مشاكل. السلام عليكم، لسه صاحي من النوم. انتصروني في مسابقة مع مروان جليتش، بيكم هكسب، من خيركم اخسر. احلى اخوات في الدنيا كلها، حبايب قلبي والله. مروان من ساعه ما الفرح بتاعه باظ وهو الدنيا هيست معاه. انا زعلان عشانه والله يعني. اكيد مش حاجه كويسه اللي حصل في الفرح دي، بس الحاجه الوحيده الحلوه اللي طلعت بيها من الفرح دوت ان هو عرفني على العندليب الابيض. ابيض، انا العندليب الابيض، الكل لازم يعرف كده. انتوا ما تعرفوش حياتي ولا تعرفوا مجدي ولا تعرفوا فني. ارجوكم فهموني، صدقوني صدقوني. الراجل ده احتمال اعمل فيديو عنه لوحده والله. فيديو ايه ده، بلاي ليست كان. طبعا المنافسه لغايه دلوقتي شرسه يعني من كروان وخالد، الاثنين في قمه الوسام. هو عامه اللي ترشحوا 8 بس، او اللي اختارهم مروان جليتش 8. في شويه عيال شواذ كتير فشخ كده حاولوا يخشوا في الموضوع بعد ما عرفوا موضوع الانتخابات دوت. طب يا شباب، دلوقتي مروان جليتش عامل مسابقة لأجمل شاب في مصر في 2026. عامل مسابقة يعني كده حلوة والكلام ده. الناس كلها في اللي عمالة تمنشلي وتقول لي خش يا جاك خش يا جاك، فأنا أحمد جاك برشح نفسي. مبدئيا الواد ده ما حدش كلمه، انا متاكد 100% ما حدش جاب سيرته خالص، بس هو عشان يخش في الموضوع بالشياكه ومن غير ما يحس ان هو محرج شويه فقال كده. فبقى فلاتر بقى، انتوا بتنوروا كده ليه؟ مش لازم فلاتر يعني عشان تبقوا حلوين، ما انا طبيعي اهوت من غير فلاتر. الوحش ده برضو مش من ضمن الثمانيه. روح البس حاجه يا اسطى، روح البس حاجه بدل ما تاخد برد يعني. تخيل اللي عملته في نفسك دوت وفي الاخر برضه ما دخلتش الانتخابات. حاسس انا بقيت عبيط قوي يا جدعان من الهبل اللي انا بشوفه ده. في واحد تاني بقى اللي هو كل ما اشوفه بعيط. مش عارف اقولها ازاي. انا اعلن ترشحي كاجمل شاب في مصر. اما نشوف كده هل انا اجمل شاب في مصر ولا لا. انا عايز دعم، ماشي، عايز دعم عشان اكسب الجماعه كلهم. يا خلاصي وربنا احلى شاب في مصر والدنيا كلها يا جدعان. ابني بطل مصر، بطل مصر، بطل العالم، لا بطل الدنيا كلها. مروان جليتش علاله وفي الاخر ما دخلوش الانتخابات. ما عندكش قلب يا عم، زعلش يا حبيبي. مش بالمسابقات والله، احنا عارفين اللي فيك. في واحد بقى بعيدا عن كل اللي وريته لكم دولت، انا متاكد 100% اللي هو هيكسب المسابقه دي. اجمل شاب في مصر. اخواتي وحبايب قلبي، طبعا مش محتاجه ان انا اعرفكم بنفسي. انا مندو وبرشح نفسي لانتخابات اجمل شاب في مصر تحت اشراف مروان جليتش. ليه بقى انا بقول ان هو اللي هيكسبها؟ ماندو لو رفع حاجبه لاي مخلوق، راجل بقى بنت حيوان، هيقع من جماله. يا لهوي على جماله، يا لهوي على جماله.
وعلى فكره مش اي حد يعرف يرفع حاجبه زي ماندو كده. انت لو جربت تعمل كده عمرها ما تطلع بالشكل ده. كمان بعيدا عن شكله الجميل طبعا يعني شخصيته الكاريزما. انتوا عارفين ماندو كارف كام بنت؟ ماندو كارف بنات ولا انا ولا انت اللي احنا بنكلمه. بقول لك يا فراوله اقف هنا، هروح اجيب حاجه وهجيلك تاني. وهتقفي مع حد؟ لا عيب عليك. ايه انت عايز رقمي؟ رقم جاي مشخ انت. واخر واحد معانا الحاج دوت بتاع غدانا يا اخواتي بعد الشغل. غدانا يا اخواتي بعد الشغل. انا مش هتكلم عنه بصراحه يعني، هو ربنا يعمل فيه كتير قوي فحرام يعني. انا مش عارف ربنا يعمل فيك اكتر من كده يا حاج والله. عامل لاخرتك طبعا على دماغ الناس دي كلها يعني، اللي شاركت في المسابقه واللي ما شاركش في المسابقه. بس اي حد يعمل كده غير مكتمل عقليا وخف عبط بقى وروح شوف حاجه مفيده تعملها وقوم اعمل فيديو لك. بس كده يا جدعان نكون قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخشوا سيرفر الديسكورد. هسيب لكم كل الكلام ده تحت. بس كده سلام.